الأخوة الأفاضل، أحاول جاهدا ألملم شتات كلماتي وأفكاري حتى أتحدث بعد فرسان الكلمة من القامات العلمية والعسكرية لهم كل التقدير والاحترام، مقدما شكري للائتلاف الكريم لرئيس الائتلاف معالي الدكتور ماجد أبو عمر. حديثي الآن عن دور الزراعة والتطور اللي حدث في الزراعة. لن أطيل على حضراتكم. الاهتمام بالزراعة أمر واجب وحتمي وضروري، لأن الزراعة هي سلة الغذاء، ونحن دولة مستوردة صافية للغذاء. الأمر الذي يجعل القيادة السياسية تضع نصب أعينها الاهتمام بالزراعة وتطور الزراعة والإنفاق على الزراعة للوصول لحد الأمان الغذائي. هل الزراعة تستحق الاهتمام؟ نعم تستحق الاهتمام. على أي أساس هذا؟ قيمة الإنتاج الزراعي المصري 1072 مليار جنيه، تمثل 11% من الناتج القومي الإجمالي. يشتغل بالزراعة 5 مليون من القوى العاملة، تمثل 20% من القوى العاملة المصرية. الزراعة في منتهى الأهمية بالنسبة لنا، كما أسلفت أنها سلة الغذاء. حدث تطور في الزراعة؟ نعم حدث تطور في الزراعة. زيادة الرقعة الزراعية، يعني في 2013 كانت جملة المساحة المزروعة 8.5 مليون فدان، حاليا تتجاوز 10.2 مليون فدان. يعني هناك في تلك الفترة أو في هذا العقد وهو 10 سنوات زيادة في المساحة المزروعة تتجاوز 1.7 مليون فدان. أيضا تقوم الدولة بزراعة 1.6 مليون نخيل في منطقة تشرين، لكي تكون مصر من أولى دول العالم إنتاجا للبلح، وكذلك من أولى دول العالم تصديرا لهذا المحصول. مشروعات الإنتاج الحيواني والخضر في الزراعة حدثت فيها طفرة كبيرة جدا، وهذا واضح في كمية الإنتاج الزراعي وكمية الصادرات الزراعية. كانت الصادرات الزراعية لا تتجاوز 3.2 مليار دولار، تتجاوز الآن أكثر من 6 مليار دولار، وهذا من ضمن الأدوات اللي تؤدي إلى زيادة الحصيلة الدولارية، اللي احنا قلنا من البداية ان احنا دولة مستوردة صافية للغذاء. يعني احنا مثلا بننتج 10 مليون طن قمح، بنستورد قدهم بالظبط 10 مليون طن قمح، يعني محتاجين العملة الصعبة. بننتج كميات خضر تكفي وتزيد الاكتفاء الذاتي، ولنا فيها صادرات، وذلك راجع الى اهتمام الدولة الغير ملحوظ الغير مسبوق بانها انشأت آلاف الأفدنة من الصوب الزراعية اللي هي بتقوم بإنتاج الخضر، وعندنا اكتفاء ذاتي واتجاه للتصدير، ونصدر بما يتجاوز المليار دولار خضر فقط من خلال الصوب الزراعية. كمان في التقاوي كان الإنتاج الفدان قربوا حاضر. الإنتاج الزراعي المصري بالنسبة للتقاوي كان منخفض، أصبح الآن يغطي. كذلك بالنسبة للمشروع القومي لإنتاج التقاوي والخضر، زيادة الصادرات الزراعية، يعني في 2013 كانت 1.3 بقت 3.2. المشروع القومي لإحياء البترول، الدولة في 2023 بلغ انفاقها على مشروع البترول 7.7 مليار جنيه، وهذا يدل على توجه الدولة إلى قطاع الزراعة. كما قلنا من قبل هو قطاع الغذاء، ونحن دولة مستوردة صافية للغذاء، فيجب أن نكون من الدول المنتجة للغذاء. لأن هل مصر دولة زراعية؟ قولا واحدا نعم مصر دولة زراعية، لأن الحضارة والزراعة هما وجهان لعملة واحدة. ولكن من حيث الإنتاج
تأخر إنتاجه. هنا تقوم القيادة السياسية بقاطرة تجاه الاكتفاء الذاتي من الحاصلات الاستراتيجية وبالذات الحبوب والبقول. يعني لو كده المحصول زي الفول البلدي مثلا إنتاجنا لا يغطي إلا 15%، وهذا أمر صعب. يعني بلد زينا محتاجة تزود إنتاجها في هذا المجال، والدولة آخذة في هذا. الأهم من ذلك كانت الصوامع التي يخزن فيها القمح لا تتجاوز عن صوامع تخزن 3 ملايين طن في السنة. الآن توسعت الدولة في إنشاء الصوامع، وأصبح عندنا صوامع تتحمل إلى 12 مليون طن قمح، وده يعد إنجاز غير مسبوق في مجال الزراعة. بالنسبة للثروة الحيوانية والثروة الداجنة، في موضوع البترول أنا قلت الدولة صرفة أكثر من 7.7 مليار جنيه خلال عام 23. بالنسبة الثروة الداجنة عندنا اكتفاء ذاتي من اللحوم البيضاء والبيض، وده معروف عن مصر في هذه النقطة. بالنسبة للزراعة التعاقدية، وهي أن تتعاقد الدولة مع المزارعين، عندنا غطينا أكثر من محصول، وأمثلة على ذلك في الصويا والقطن والذرة وعباد الشمس والقمح وبنجر السكر. دي زراعة تعاقدية بين الدولة وبين المنتج الرئيسي. عندنا أكثر من 332 مركز للخدمات الزراعية المتكاملة، ده من خلال المشروع، وكذلك المشروع القومي لتطوير قصب السكر. هذا يدل على أن الدولة تسعى جاهدة على تغطية الفجوة الغذائية المتواجدة في بعض الحصلات الاستراتيجية كالقمح والذرة والفول والعدس والزيوت. آخذ الدولة في الاتجاه السليم في أي هذا. أنا أعرف أن كلامي كله أرقام جف على حضراتكم، لكن هي دي الحقائق، وأنا أشكر حضراتكم شكرا جزيلا. شكرا لمعالي الاستاذ الدكتور عزت صبرا رئيس جامعه بني سويف على هذا الايضاح. تفضل.